ما بين كل 800 طفل في احتماليه ان طفل واحد يكون مصاب بمتلازمه داون. في اسئله هتواجه الام: يا ترى المجتمع هيتقبل طفل متلازمه داون ملوش علاج؟ انا سمية سعيد، اخصائي نفسي اطفال، وهجاوبك على كل اسئله. اول خطوه لازم تعمليها انك تتقبلي حقيقه لخبطه مشاعر ما بين خوف وقلق وعدم تقبل لحاله الطفل. تاني خطوه بدايه العلاج المبكر، وعلى عكس المتعارف عليه اطفال متلازمه داون ليهم علاج. طبعا مش عصايه سحريه هتقضي على الحاله تماما، لكن علاج علشان الفجوه بين التقدم العمري والذهني ما تبقاش كبير. يعني ابدا العلاج من امتى؟ من اول يوم عرفتي فيه تشخيصه. اول حاجه بطمن على الصحه الجسديه للطفل من خلال بعض التحاليل وزياره الدكاتره، وبعد كده بيجي دور التاهيل من خلال جلسات تنميه المهارات وجلسات التخاطب وجلسات العلاج الطبيعي. الرحله طويله محتاجه المجهود وحب من كل الاسر، بس الرحله دي تستاهل علشان هم يستحقوا المحاوله. لو طفلك بيعاني من متلازمه داون وعايزه تعرفي ايه هي الخطوات الصح اللي لازم تمشيها، تقدري تحجزي معانا استشاره تقييم مجانيه لطفلك.